اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، اسبوع جديد، منيو اكلات اسبوع جديد. ان شاء الله المنيو بتاعنا الاسبوع ده يعجبكم ويكون فيه افكار حلوه كده ومختلفه ومتنوعه باذن الله. طبعا قبل ما نبدا الفيديو، لو لسه ما حطيتيش اللايك انزلي حطي لي لايك من ايديك الحلوه. ولو انت اول مره بتدخلي قناتي، اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيكي. يلا بينا نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا. اول يوم معانا كده في المنيو اكله حلوه جدا جدا، اكله حرشه كده ما شاء الله. عملت شويه كبده اسكندراني كده حلوه جدا جدا، وكمان كان مع الكبده حته كلاوي كده. رحت عاملاها بالبصل وبالطماطم وبالفلفل، برضو كانت لذيذه. اليوم ده كنت مصوره معاكم فيديو روتين، كان فيه الطريقه. طبعا اللي شاف الفيديو هيبقى عارف. لو انت اول مره بقى بتدخلي عندي القناه وما شفتيش الفيديو، انزلي كده للفيديوهات الاخيره هتلاقيه موجود برضو فيديو روتين، كانت لذيذه جدا. الكبده طبعا، الكبده من الحاجات اللي هي ما بقتش خالص اقتصاديه اليومين دول، بس احنا مش بنجيبها على طول، يعني كل فين وفين كده لما بنعملها مره. مفيش مشكله يعني ندلع نفسنا مره كل كام شهر كده بحته كبده حلوه زي دي. لذيذه جدا ما شاء الله. انا كنت جايباها وقت ما كانت اللحمه او الكبده كان الكيلو ب 240 تقريبا، دلوقتي الكيلو وصل ل 280 او 300 كمان. فالله المستعان، يعني ربنا يرحمنا كده برحمته ان شاء الله ويفرجها علينا ترجع كده الاسعار زي الاول لحد ما ترجع بقى. فاحنا هنمشي نفسنا يوم كده ويوم كده، والله المستعان. جنبها كده شويه شيبسي وشويه سلطه وخلاص. كان ناقصها بصراحه شويه طحينه بس ما كانش متوفر يعني عندي. اليوم اللي بعد كده عملت بيتزا. البيتزا برضو من الحاجات اللي هنقدر نقول عليها اقتصاديه، لانها لو حسبتيها هتلاقي التكلفه بتاعتها بسيطه. يعني انت هتعملي مثلا كيلو دقيق على 4 بيتزات، الحجم اللي قدامكم ده اللي هو الحجم الوسط، اللي هي بتكفي فرد كبير وممكن لو طفل ياكلها يعني في الغدا وفي العشاء ما شاء الله. فكمية يعني حلوة. من كيلو دقيق على شوية مثلا فلفل أخضر، شوية جبن، شوية زيتون. لو حسبت التكلفة وقسمتيها على 4 هتلاقي نفسك موفرة كتير وهتحس إنها اقتصادية، لأن يعني واحدة من دي بره بتكون غالية جدا. اي نعم هي بتبقى مليانه جبن كتير بس برضو بتبقى غاليه. فلما نعملها احنا في البيت على ايدينا، وكمان الصوص بتاع البيتزا كنت عاملاه كمان. طبعا كنت مصوره فيديو برضو بالطريقه، هتلاقوه موجود برضو في الفيديوهات. الكلام ده للناس اللي ما شافتش الفيديو او الناس اللي هي بتدخل مخصوص لفيديو المنيو، فشوفوه برضو هيعجبكم جدا. ندخل بقى لليوم اللي بعد كده. الاكله اللي كانت وحشانه جدا جدا اللي هي الفراخ، وخصوصا صينيه البطاطس بالفراخ. طبعا الفراخ بقت من اسعارها نار ومن الحاجات اللي غاليه جدا، بس برضو مش هنقدر نحرم نفسنا، خصوصا لو انت عندك اطفال فصعب تحريم الطفل. الطفل ملوش دعوه بالغلا الاسعار والكلام ده، هو عاوز ياكل الحاجه اللي بيحبها وخلاص. فانت هتعملي ايه؟ هتعملي زي حالتي كده. انا جبت فرختين من اللي هي الفراخ البيضه، ورحت مقسماهم على اكتر من اكله، يعني تقريبا عملتهم على 4 اكلات. كل مرة يعني مش لازم نشبع قوي، او اللي هو هنشبع وكل حاجة الحمد لله، بس يعني هنوفر شوية. يعني انا عملت ايه مثلا؟ جبت الوراك كده بتاعت الفرختين. طبعا انتوا عارفين الورك بيكون فيه جزئين، اللي هو الدبوس والجزء اللي مع الدبوس. خدت الجزء اللي هو في الدبوس اللي مع الورك ده، يعني اللي في الورك. ورحت عامله ايه؟ عامله صينيه بطاطس كده حلوه، عليها ال4 حتت بتوع الوراك دول، على كام رقبه كده كانوا عندي في الفريزر، على جناح، على عارفين انتوا الظهر لما نيجي نخلي الصدور بتاعه الفراخ بيكون فيه ظهر كده. رحت عامله صينيه بطاطس حلوه زي ما انتم شايفين، شويه رز ابيض، شوربه الفراخ، وخلاص. كانت اكله حلوه جدا والحمد لله على نعمته، وتعتبر اقتصاديه لما قسمتها صح، فاهميني؟ طيب تعالوا بقى لليوم اللي بقى كان اقتصادي فعلا جدا جدا جدا. خدت كده ربع فرخه برضو من اللي انا كنت جايباها، اللي هو نص الصدر كده، ورحت عاملاه. طبعا شفتوا الفيديو معايا برضو. عملت فرمت كده الفراخ مع بطاطسايه مسلوقه كده، هرستها وعملتهم مع بعض ما شاء الله. تبلتهم كويس وعملت بيهم عجينه برجر فراخ اقتصاديه وحلوه مغذيه مشبعه. مزودين كميه الفراخ بحاجات كلها حلوه وحاجات كلها مفيده. كمان كنت عامله معاكم الكايزر او عيش البرجر ده والتوميه. كان الفيديو كله بالطريقه كلها. غدانا كله كنا عاملينه في البيت من الالف للياء، كان حلو جدا جدا جدا. طريقته بسيطه وسهله واقتصادي قوي بالنسبه للكميه اللي هو مديها لك. نص كيلو دقيق على ربع فرخه، كان عاملين لي 13 سندوتش برجر فراخ من الحجم اللي انتوا شايفينه ده، مع شويه سلطه مع توميه. مفيش احلى من كده، جميل جدا جدا. برضو اللي ما شافش الفيديو ارجعوا له الفيديوهات الاخيره هتلاقوه موجود ان شاء الله كده. ايه، تجربوه على طريقتي ويعجبكم. تعالوا بقى لليوم الاقرب الى قلبي، اللي انا كنت اليوم ده حباه قوي قوي ما شاء الله. مع انه كان اقتصادي خالص ما فيهوش اي لحوم، بس كان الغدا كان تحفه بصراحه. امانه يعني بامانه كان تحفه. شويه محشي مشكل كده على كيفك تعمليهم بقى، لزوم الدفى في البرد اللي احنا فيه ده.
اليومين دول الجو برد جدا وساقعه وهوا وكده، مش عاوز له غير حله محشي ايا كان نوع المحشي مش هتفرق. بس بصراحه يعني المحشي المشكل حلو جدا جدا، ولا محتاج جنبه اي حاجه. شويه شوربه لسان عصفور، شويه ملوخيه كده جنب الاكل، مش اكتر من كده. شايفين كده البتنجانيه بالذمه دي نسميها بتنجانيه؟ دي تتسمى كده حته شوكولاته، حته اي حاجه حلوه من جمالها. ان شاء الله كنت عامله كوسه وعامله بتنجان وفلفل، وكمان كنت عامله بطاطس، وكان بتنجانيه كده خدتهم حشيتهم او ملحتهم كده، عملت بتنجان مخلل على شويه مخلل لفت، شويه شوربه لسان عصفور. انتي مش محتاجه اكتر من كده. حتى والله لو ما فيش شوربه او ما فيش ملوخيه، لذيذة جدا وحلوة واقتصادية جدا جدا في الأيام الحلوة اللي احنا فيها دي. تعالوا بقى ندخل على اليوم اللي بعد كده، برضو غدا اقتصادي، غدا شتوي من الدرجة الأولى. غدا كده من بتاع الناس بتاعت أيام زمان، اللي هم كانوا بيطلعوا أي حاجة بيزرعوها في الأرض كده ويروحوا طبخينها ومطلعين منها أحلى حاجة. وما شاء الله غدا كده على قديمه بتاع الناس بقى بتاعت زمان. شوية كده كشري فول أخضر أو رز بالفول الأخضر، مفيش أحلى من كده. معمول بقى الرز بتاعه زي طريقة الرز الصيادية كده، اللي هو الرز البني بالبصلة كده. ما شاء الله حلو جدا. هتلاقوا الطريقة في آخر فيديو عندكم على القناة، الفيديو اللي قبل ده على طول. برضو طريقته حلوة جدا جدا ولذيذة، ومش محتاج معاه أي حاجة. شوية مخلل كده، وبالأخص بقى لو مخلل لفت، شوية بقى فجل، جرجير، بصل اخضر. مفيش عندك بصل اخضر، ممكن تقطعي حلقات بصل كده وتحطيها في الخل والملح، هتكون لذيذه جدا معاكي. لو عايزه يعني تكلفي شويه، ممكن كده تروحي قاليه مثلا جنبها طبق بيض كده، تروحي قالياه ولا حاجه. ده لو عايزه تكلفي. طبعا البيض غالي، ملناش دعوه بالحاجات الوحشه دي، فاحنا خلينا كده في اللفت وفي الجرجير والبصل. مفيش احلى من كده بصراحه. تعالوا بقى ندخل على اخر يوم معانا في المنيو. عملت شويه كفته كده في الفرن مشويين، بصراحه كانت من احلى المرات اللي عملت فيها كفته، كانت حلوه جدا. شويتها كده على الشبكه بتاعه اللي هي اللي انا بشوي فيها على شوايه الفحم. كنت حاطه تحتها صينيه كده، وكانت حلوه بصراحه، كانت قلبه ريحه المطبخ يوم او ريحه البيت كله. جميله. نص كيلو لحمه مفرومه مديني كميه حلوه جدا، لان انا زودتها بالرغيف فينو كده. كان عندي الرغيف فينو، رحت بلاه كده، وبعد ما طري معايا رحت عصراه من الميه بتاعته، مزوده بكميه اللحمه حلوة جدًا، جدًا. تقدري برضه تزوّديها مثلًا بفول صويا لو أنتِ بتحبي طعمه، تزوّديها مثلًا ببرغل. أنا برضه باحبها بالبرغل جدًا، بتكون متماسكة كده وفي نفس الوقت بتكون طرية وبتكون نتيجتها هايلة، وبيزوّد كميتها جدًا البرغل. بس ما كانش عندي فاكتفيت برغيف الفينو. لو ما عندكيش رغيف فينو برضه ممكن نُص رغيف بلدي كده، وتروحي بلاه وعصراه كويس جدًا أهم حاجة، وتروحي ضايفاه بقى على اللحمة بقى وعلى خلطة الكفتة بتاعتِك دي، تعمليها حلوة جدًا، جدًا. عملت جنبها شوية رز مصري كده مبهرين بالتوابل حلو جدا، وشوية سلطة خضراء، وكان عندي مخلل لفت، وكمان ما كانش فيه طحينة بصراحة. لفيت كتير على طحينة ما كنتش لاقية، فرحت عاملة شوية سلطة أو صوص دقوس كده، اللي هي زي اخواتنا السعوديين ما بيعملوها جنب الكبسة. مفيش أبسط ولا أحلى من كده، كانت لذيذة. يا رب المنيو بتاعي الأسبوع ده يكون عجبكم. طبعا قبل ما تطلعي من الفيديو متنسيش تحطي لي اللايك الجميل بتاعك، ومع السلامة.